السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو، وهو الفيديو الثاني من فيديوهات شيطان الحسد، كيف تواجهه وتتعامل معه. إذن السؤال: شيطان الحسد يحاربني نفسيا، كيف أقاومه؟ إن الجن الذي بداخلك والذي دخل عن طريق الحسد هو يستهدف إضعاف نفسيتك، ليشككك في ربك أنه لن يشفيك حتى تنهزم داخليا. إذن المصاب بمس الحسد يكون في الغالب ضعيف الشخصية، ولا يستطيع التعامل مع كثير من المواقف في حياته. إذن نصيحتي لك في هذا الباب أن تفعل المواقف التي تستطيع فعلها، وأن تتدرج في المواقف التي تصعب عليك. إذن كن مرنا، ولا تصطدم مع المواقف الصعبة، ولكن تدرج في العمل عليها حتى تسهل عليك. إذن نعود إلى سؤال هذا الفيديو: شيطان الحسد يحاربني نفسيا، كيف أقاومه؟ الجواب على هذا السؤال هو أن الحل أن تقوي قلبك. كيف تقوي القلب حتى يسهل عليك مقاومة هذا المرض الخبيث؟ حاول الاستماع إلى دروس مهمة تقوي القلوب، وهي الرضا بقضاء الله، ثم التوكل على الله، وأيضا حسن الظن بالله. هذه الدروس مهمة جدا، فهي تقوي القلب وتجعلك أكثر قوة في التعامل مع هذا المرض الخبيث. فهذا المرض ممكن أن يطول علاجه، لهذا فهو يستلزم إنسانا قويا لا يستسلم. وهذه الدروس مهمة جدا في تقوية قلب المؤمن. إذن نصيحتي لكم أن تستمعوا لمثل هذه الدروس وأن تفهموها جيدا، وحاولوا أن تطبقوها على أرض الواقع، وإن شاء الله ستكونون قادرين على مقاومة هذا المرض حتى يأتي الشفاء. تابعونا في الفيديوهات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.